السلام عليكم مشاهدي قناة باختصار نيوز. في مواجهة كروية حافلة بالإثارة والندية، نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في التغلب على نظيره الشباب بنتيجة 3 أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ضمن منافسات نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، ليحجز الاتحاد مقعده في المباراة النهائية وسط فرحة جماهيرية كبيرة. شهدت المباراة انطلاقة قوية من جانب الفريقين، حيث سعى كل فريق لفرض سيطرته على وسط الملعب منذ الدقائق الأولى، ونجح الاتحاد في افتتاح التسجيل مبكرا عبر لاعبه البرازيلي فابينيو تافاريس، الذي أحرز الهدف الأول عند الدقيقة 14 من ركلة جزاء، بعدما احتسب الحكم المخالفة عقب مراجعة تقنية الفيديو، ليتقدم الاتحاد بهدف يعزز من طموحاته في المواجهة. في الشوط الثاني كثف الشباب هجماته بحثا عن تعديل النتيجة، وهو ما تحقق له عندما تمكن كريستيانو غوانكا من تسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 64 مستغلا خطأ في التغطية الدفاعية، ليعود اللاعب نفسه بعد 3 دقائق فقط ويسجل الهدف الثاني في الدقيقة 67 ليقلب الطاولة على الاتحاد ويضع فريقه في المقدمة. لكن الاتحاد لم يستسلم وواصل الضغط في الدقائق الأخيرة من اللقاء وسط محاولات مستميتة من لاعبيه لإدراك التعادل، وجاء الفرج عبر اللاعب دانيلو هيليوا الذي أحرز هدف التعادل في الدقيقة 2 بعد 90 ليشعل المدرجات ويمنح فريقه فرصة العودة في المباراة. وفي الوقت القاتل عاد هيليوا ليوقع على هدف الفوز الثمين عند الدقيقة 9 بعد 90 مستغلا كرة عرضية متقنة داخل منطقة الجزاء، ليمنح الاتحاد فوزا دراماتيكيا ويؤكد تفوق فريقه في اللحظات الأخيرة. بهذا الفوز ينجح الاتحاد في التأهل إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، ليقترب خطوة كبيرة من التتويج باللقب في انتظار الفائز من المواجهة الأخرى في نصف النهائي. ويأمل الفريق في تحقيق البطولة وإسعاد جماهيره، خاصة بعد الأداء المميز الذي قدمه في هذه المواجهة الصعبة أمام الشباب. وينتظر أن يبدأ الجهاز الفني للاتحاد استعداداته مبكرا للنهائي المرتقب، حيث سيعمل المدرب على دراسة نقاط القوة والضعف في الفريق المنافس لضمان تحقيق اللقب الغالي. في المقابل سيحاول الشباب استعادة توازنه في المباراة المقبلة بعد خروجه من البطولة بطريقة دراماتيكية رغم الأداء القوي الذي قدمه لاعبوه طوال المباراة. عقب إطلاق الحكم صافرة النهاية، عمت الفرحة أوساط جماهير الاتحاد التي تفاعلت بقوة مع الانتصار الثمين، واحتفلت بلاعبيها الذين قدموا مباراة استثنائية حتى الثواني الأخيرة. كما شهدت منصات التواصل الاجتماعي تفاعلات واسعة، حيث أشاد محبو الاتحاد بأداء الفريق وروحه القتالية، فيما أعرب مشجعو الشباب عن حسرتهم على ضياع فرصة التأهل بعد أن كانوا قريبين من التحقيق. ويترقب عشاق الكرة السعودية النهائي الكبير الذي يعد أن يكون مواجهة مثيرة بين أقوى الفريقين المتنافسين على اللقب في واحدة من أهم البطولات المحلية في المملكة. تابعونا للمزيد من الأخبار التفاعلية. الاتحاد جابوا الثالث.